السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الوردان وعاملين ايه؟ اهلا بكم في ملعب الورداني. على السريع اهم اخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النسر الاهلاوي والفارس الابيض نادي الزمالك. بس في البدايه رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت ندعي لوالدي وجميع امواتنا بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وما ننساش اخواتنا فلسطين، ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبيبي الوردان وفضلا وليس امرا في ثانيه لثانيه اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتم ذوق حبايبي الورديانو. ولبقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولين بالنادي الاهلي طالبوا اتحاد الكره، المسؤولين باتحاد الكره بطلبات حاسمه عشان يحددوا موقفهم التسريبات اللي حصلت في موضوع الحكام والفار. والمسؤولين بالنادي اهم بقى الطلبات اللي طالب بيها المسؤولين بالنادي الاهلي هي الاستماع لحوارات غرفه الفار خاصه في المواقف الجدليه، وده حق لجميع الانديه، حق مشروع تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص. فانا بحيي المسؤولين بالنادي الاهلي على الطلب ده، والمسؤولين بالنادي الاهلي مش اول مره يطلبوا الطلب ده، طالبوا بيه قبل كده في شهر 9 اللي فات في اجتماع رؤساء الانديه، وكان بيحصل في وجود الراجل الخبير الاجنبي. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. فاحنا برضو في حاجه عاوز اوضحها كده، فكره الحسنه تخص والسيئه تعم، دي حاجه سيئه جدا وفي منتهى الظلم. فانت لو عاوز تحقق مبدا الشفافيه بقى، الشفافيه دي لما ما يكونش فيها تلفيق وتزوير، ساعتها اطلع قول لي شفافيه ولازم الشفافيه ولازم كل، لكن ما فيش حاجه اسمها دي ما ينفعش تجتمع بدي خالص. الشفافيه ما ينفعش يبقى فيها تلفيق، تزوير، كذب، ان انا اقتطع حديث واسيب جزء واخد اللي انا عايزه وانشره، ده اسمه تلفيق وتزوير وجنايه كبيره. ده لو ده حصل ولو ده ثبت. فاحنا مش كل شويه يا جماعه نقعد نلعب حوالين يا كيكه، برضو يعني بالراحه، واحده واحده كده، رأفة بالبني ادمين، رأفة بالحكام، زي ما بنقعد نقول رأفة باللعيبه ورأفة بمش عارف ايه في الغرامات. كده كده الكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام ده مؤقت ويكون في انتخابات، فواحده واحده على الناس، مش عايزين نذبح الناس. الخطأ وارد. كده كده لما يبقى عندك الحكام المصريين هم الاصل الاصيل في الموضوع، دي حاجه مشرفه لينا. فاللي اخطا هيتحاسب، وانا بقول لكش هو مش يعني هو مش قران، هو مش لازم. لو حصل بقى اخطاء متتاليه وتكرار اخطاء بشكل متتالي وباين ان هيبقى في مشكله وفتن وانتماء وفرق وابيض واسود واحمر والكلام ده كله، ساعتها يا عم ابقى استعين بخبراء تحكيم اجانب. لكن ما تحسسنيش ان لما حد يخطأ ان انت بجناحاته ما بتغلطش. انا مش مع القصه دي خالص. انا باكد تاني، انا مع النادي الاهلي في موضوع الاستماع لحوارات غرفه الفار عشان الحالات الجدليه، عشان كل الكلام ده. نيجي لعمرو السوليه. عمرو السوليه يكون جاهز مع النادي الاهلي وهيدعم قائمه فريق النادي الاهلي في مواجهه فريق زد بعد تعافيه الحمد لله من الاصابه بكدمه في الركبه. كده كده عمرو السوليه كان واخد راحه من التمرينات يوم الاحد والاثنين اللي فات، فعمرو السوليه جاهز بشكل اساسي. اخر اخبار النادي الاهلي عشان ما اطولش عليكم، في كلام ان النادي الاهلي هيستغنى عن بيرسي تاو عشان سنه وعشان مش عارف ايه، بيعمل مشاكل في اوضه اللبس وعشان بيعترض. طبيعي لما انا ابقى لعيب كبير وما بشاركش بعترض، وشفنا ناس كتير بتعترض وما بتمشيش ولا بيحصل حاجه يعني، وبيعتذروا مفيش مشكله. فما تجيبهاليش في حته المشاكل وما تجيبهاليش في حته السن والمن. ممكن يعني اتفهمها واقبلها منك لما تقول لي اصل راتبه بيعدي $1,000,000 وراتبه مش عارف بيعمل ايه، فانا ممكن اقبل الحته دي. لكن مفيش كفنيا وكل حاجه. الراجل ده لما كان بيشارك بشكل اساسي ما كانش في حد يعني ما كانش بيقعد خالص. ميرسي تاو ده لما كان بيشارك بشكل اساسي ما كانش بيقعد نهائيا، كان دايما هو اللي بيشارك لما كان في كامل فورمته. وارد ان اللعيب يحصل له كده اخفاق شويه، ان مستواه ينزل شويه، لكن ما حدش يختلف على مستوى بيرسي تاو. وانا من وجهه نظري رحيل بيرسي تاو هيأثر بالسلب، خليك فاكر الكلمه دي، هيأثر بالسلب على النادي الاهلي. ومن ما تنساش ان انت مشيت بيدو بدابيدو احمد عبد القادر. وبرده في ناس عماله تقول ان رضا سليم تحت التقييم لحد شهر يناير. كده كده هو مفيش غير شهر 12 في توقف الدوري، في شهر 12 بعد كده والله بقى شاركته. الناس دي لعبت رضا سليم بيرسي تاو، لان مارسيل كولر معتمد على طاهر محمد طاهر بقاله فتره كبيره، والنينجا مستر سوني حسين الشحات، والاثنين متالقين. عمل بقى روتيشن ويشاركوا باستمرار، ساعتها بقى قيم. لكن ما تجيش ما يشاركوش خالص وتقعد تقول لي اصل تحت التقييم. تقييم ايه في حاله ان هم ما شاركوش؟ فده طبعا كلام ما يدخلش العقل.
نيجي لاهم اخر اخبار واستعدادات الفارس الابيض نادي الزمالك وصراع الفارس الابيض مع ازمات القيد المتتاليه. انا مش هقول غير حاجه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل، لان الناس دي شايلين شيله تقيله جدا ورخمه مش بتاعتهم. طبعا المدير الفني نادي الزمالك الاسبق جيمي باشتيكو كان اشتكى نادي الزمالك قبل كده، والمحكمه الدوليه مش عارف حكمته ب 500,000 يورو، ايه حكمت له تاني ب 819,000 يورو. والمسؤولين بنادي الزمالك قدموا طعن وتسمح ليك انك تطعن خلال 30 يوم من الحكم وكل الكلام ده. فكان الله في عون، مش هقول غير كان الله في عون مجلس اداره نادي الزمالك اللي كل شويه يحلوا حاجه يطلع لهم خازوق. والمسؤول عن الكلام ده طبعا كلنا عارفين مين، مجلس الزمالك السابق. ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وباذن الله نادي الزمالك هيقدر يعدي ويتخطى اي ازمات. وطبعا الاستاذ ممدوح عباس دايما في ظهر نادي الزمالك، وموضوع تجديد عقد جوزيه جوميز استاذ ممدوح عباس هيساهم فيه جزء من عقد جوميز، لان جوميز عشان يجدد قال لك انا عاوز زياده في عقدي وفي صفقات معينه لازم نادي الزمالك يدعم بيها في الانتقالات الشتويه. حبايبي اخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل اللي بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.